هل مات الرسول أم قتل؟ وش تقول المصادر؟ هنا راح تسمع كلام شوية غريب ولكن تحليل يحمل تساؤلات يراد لها تأمل شوي. الفيديو السابق ذكرت لكم الرواية السنية وهسه راح نذكر الرواية الشيعية. كذلك غالبية الشيعة يذكرون أن النبي مات من أثر السم، وهذا ورد في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: إني أموت بالسم كما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وحادثة السم اليهودية هذه الشيعة يثبتوها لو ينكروها؟ هذه الحادثة يثبتوها ما ينكروها، ويثبتون أنها حصلت فعلا، ولكن ينكرون أن النبي أكل أصلا من هذا اللحم المسموم. طبعا تذكر رواية البحار أن هاي اليهودية تكون ابنة أخ مرحب وليست أخته، فيثبتون أن النبي قتل ولم يموت، وكتبهم تذكر هذا المعنى، ولكن كشاهد يحتجون به على المخالف. يستدلون بروايات من كتب السنة تشير لهذا المضمون، منها مثلا ما ورد في تاريخ الطبري من أن النبي تناول الذراع المسمومة فأخذها فلاك منها مضغة فلم يصلها، وكان معه بشر بن البراء هذا اللي مات. شو تقول الرواية بعد؟ بشر أخذ من هاي اللحمة المسمومة كما أخذ رسول الله، فأما بشر فأساغها يعني أكلها، وأما رسول الله فلفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. لاحظوا النبي ما أكلها، لفظها. وكشاهد آخر في رواية ذكرها البيهقي في دلائل النبوة، فلما قربته إليه اليهودية من قربت اللحمة المسمومة للنبي وبسط القوم أيديهم بدأوا يأكلون. ايش قال النبي؟ قال: أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أكل، وهذا مؤكد آخر يذكروه الشيعة لرواية الطبري وغيرها من الأخبار اللي تحمل هذه الدلالة. راح أترك لكم المصادر أسفل الفيديو. فإخبار الله للنبي بسمية هذه الشاة كان تحذير، وهذا التحذير يستوجب عدم أكله من ذلك الطعام، بدليل قال لأصحابه: كفوا أيديكم. ولا شنو الداعي من التحذير الإلهي إذا كان النبي أصلا راح يأكل من الطعام؟ لاحظتوا هاي وحدة. وأيضا يقولون أنه بين اليهودية وبين موته من 3 سنوات إلى 4 سنوات، وهذا أمر غير منطقي أبد. فكيف للسم أن يظهر مفعوله بعد كل هذه المدة؟ لا سيما وأنه أكو صحابي اتأثر وقت بذلك السم، فهذا يدل أن السم ما كان من النوع اللي يتأخر ظهوره مدة طويلة. وأيضا لو تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسم لصدقت اليهودية بدعواها، لأن قالت: إن كنت نبيا لم يضرك. هاي معناتها إذا تأثر أنه ليس بنبي بحسب دعوة اليهودية حتى لو بعد مدة، بالنتيجة حصل الأثر. طيب واحد راح يسأل: إذا كان النبي لم يمت عن طريق اليهودية كيف مات بالسم؟ هنا راح تسمع كلام شوية غريب ولكن تحليل يحمل تساؤلات يراد لها تأمل شوي. في صحيح البخاري هناك حديث الشيعة يستدلون به على استشهاد النبي بالسم. هذا الحديث مروي عن عائشة. شو تقول؟ لددنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فقال: لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يقع أحد منكم إلا لده غير العباس فإنه لم يشهدكم. الغريب في هذا الحديث أولا نهي النبي أن يعطوه أي دواء، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المفروض لا يعصى، مع ذلك يظهر من فعل عائشة عصيان واضح. ثانيا ردة فعل النبي تكشف أن هناك شيء أكبر من كونه دواء، ولا لماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجميع أن يشربوا من هذا الدواء؟ معقولة نبي الرحمة يعاقب من يعطيه الدواء بهذه الطريقة القاسية؟ ثالثا يظهر من كلمة لددنا أن هناك جماعة كانوا موجودين مع عائشة شاركوا بهذه العملية، لم تكن وحدها، وهذه الجماعة كانت رجال ونساء موجودين في البيت، وهذا يظهر من رواية الحاكم. قالت عائشة: فلد الرجال أجمعون وبلغ اللدود أزواج النبي فلددنا امرأة. رابعا الغريب أخواني صحيح البخاري وضع هاي الرواية في كتاب الديات، والمعروف أن الديات لغة تتحدث عن القتل والقصاص كما جاء هذا المعنى في لسان العرب لابن منظور، وذكر في معجم المعاني، واصطلاحا يشمل الجنايات. طيب شنو الجناية اللي صارت بهذا الحديث؟ هذه الأمور الغريبة جعلت الشيعة يرجحون أن الذي دس للنبي ليس دواء بل سم، فروي عن الإمام الصادق عليه السلام في البحار: فسم قبل الموت إنهما سقتاه. شو رأيك؟ يا رواية تشوفها مقنعة أكثر، الشيعية لو سنية؟